كوكو حبيباتي، جيت وجبت لكم هذه لاروسات تاع الصهاب لي بزاف سهله، وعلى بالي بلي رايح ينجح لكم. لازم تجربوها في هذا العيد. تبعوا معايا نعطيكم مقادير الوصفه. اول حاجه عندنا 400 غرام تاع الزبده. تقدروا ديروا نصف الكميه اللي درتها انا وديروا 200 غرام زبده. انا درت شويه كميه كبيره. مع الزبده زدت كاس تاع الزيت، رشه تاع الملح، مغرفه متوسطه تاع لافاني. ولازم نستعملوا الباتور حتى يولي عندنا قوام كريمي كما اللي راكم تشوفوا فيه عندي. بعدها نضيف 4 بيضات. نبقاو غير نديرو بالباتور كما راكم تشوفوا. بعد ما نتحصلوا على هذا القوام، عندي هنا كاس معمر تاع سكر جلاسي. انا درت 2 كيسان ونكملو نخلطو بالباتور. موراها عندي كاس تاع نشا معمر، نديرو معاه 2 اكياس تاع خميرة الحلوى. زدت معاهم 2 كيسان تاع الفارينة باش نخلط بيدي، ومن بعد نبقاو نضيفو في الفارينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية ومتماسكة. راح نوريلكم القوام تاع العجين على الاخر. هاوليكم قوام العجينة كيفاش لازم يكون. بعدها رحت جبت كيس بلاستيكي باش يسهل عليا كي نكون نفتح في العجينة تاعي. العجينة تاعكم حاولوا ما تفتحوهاش خشينة بزاف، خلوها شوية رقيقة كيما هكذا. بعدها انا استعملت هاد الزوج اللي سارسو باش ندير السطابلي تاعي. واحد القطر تاعو 60 والاخر اللي في الوسط درتو 30. هاي لكم الحبة كيفاش تخرج. وانا رفدت الحبات بهذه الطريقة. هذه الطريقة تخلي لي الحبة كيما راهي، ما يتبدلش الشكل تاعها ولا الحجم تاعها كيما راكم تشوفوا. بعدها حطيتهم في سنيوة اللي درت فيها بابي كويسون. والوسط تاعكم نحوه بعد ما ديروا الحبات في الصينيه باش كي تكونوا رايحين تهزوهم ما يتبدل الشكل تاعهم ثاني. وهذه هي الطريقه اللي نحيت بها انايا هذاك الوسط. ودخلتهم يطيبوا في فرن مسخن من قبل على 180 درجه. هاهم ليكم الحبات تاوعي كيفاش طابوا. وهنا بعد ما طيبتهم كامل خرجت لي 60 حبه وهما مركبين على بعضاهم. ونروحوا دوكا للكلاصاج. انا في الكلاصاج درت هذه شوكولا تاع لا سافور بذوق تاع التوت. بزاف عجبتني. شوفوا لا كولير تاعها كيفاش دايره وريحتها بزاف هايله. قطعتها بهذه الطريقه ودرتها في بماغي. كي ذابت زدت لها 2 مغارف تاع الزيت. هنا اختي هي اللي قطعت لي شوكولا ومن بعد ديت ذوبتها كيما قلت لكم. بعد ما ذابت زدت لها 2 مغارف تاع الزيت. بعدها نروح نوريكم كيفاش درت الشوكولا بلا ما نقيس لي كوتي تاع الحبه. الطريقه بزاف سهله. نحكموا الحبه بهذه الطريقه وندخلوها في الشوكولا بلا ما تدخلوها كامل، ونعدلوها كيما هكذا باش ما يبقاناش هذاك الخط في النص. قبل ما تنشف نديرو شويه تاع البيستاش في ليكوتي. راح يجيونا بزاف باهيين لي كولار مع بعضهم. وهنا راني كملت كامل الحبات اللي عندي. بعدها نذوبو مغارف تاع شوكولا تارتيني. تقدروا تستعملوا اي شوكولا كانت عندكم. ذوبتها بلا ما نزيد نضيف لها حتى حاجه. بعدها رايحين نديرو كيما هكذا شوكولا في الوسط كيما راكم تشوفوا فيا ندير. وخلوها شويه على ليكوتي باش تلصق لكم الحبه. وفي الوسط بقاو تدوروا كيما راني ندير. وهاي لكم الحبه كيفاش خرجت. نخليكم انايا دركا نكمل معاكم الحبات وتشوفوا النتيجه النهائيه. راح نخليكم المقادير لتحت في الديسكريبشن بوكس. ب 200 غرام تاع الزبده انا كيما قلت لكم درت 400 غرام. وشوفوا لي صابلي تاعي كيفاش جا لي كولر. جاو بزاف باهيين مع بعض. ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش تخلوا لي رايكم. وباي باي.